بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى تسليم. سلام الله عليكم حبيباتي. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير، تكونوا كامل متهنين يا رب العالمين. طليت عليكم يا الغاليات بوصفة رائعة، وصفة جبن من أروع ما يكون. بالنسبة لهذا الجبن يعني تقدروا تستخدموه للطلاء، كذلك تقدروا تستخدموه في الأطباق الرمضانية، يعني ديروا به لبولات تاع الكفتة، يعني تحشيوه من الداخل ما يخرج لكمش يعني هذاك الجبن. كذلك تقدروا ديروا به رولي، ديروا به فرمة، عفوا البوراك ما رايحش كامل يخرج منه. يعني وصفة من أروع الوصفات اللي ممكن تخبيوها لشهر رمضان إن شاء الله رايحين تستفادوا منه وما تشريوهش من برا. يعني صدقوني رايح يوفر عليكم الكثير والكثير، وراح تشوفوا التطبيق تاعو يعني في عدة وصفات كيما البوراك كيما البيتزا، أطباق رمضانية، ورايحة بإذن الله نشارك معاكم كلش. هنا حبيباتي في مرميطة وضعت 3 ساشيات تاع الحليب كيما راكم تشوفوا. تعمدت هنايا اني نخدم يعني بالحليب يكون نوعا ما جامد، يعني نص جامد ونص ماهوش جامد. طبعا هكا باش نوضح للاخوات اللي كانوا يسقسيوني في الفيديوهات السابقه تاع الاجبان واذا نقدروا نستخدموا يعني الحليب من بعد ما كنا جمدناه. هنا حبيباتي ديت المرميطه تاعي على النار بعد ما ذاب لي تماما هذاك يعني الحليب هذاك اللي كان جامد، يعني يذوب لكم مليح وتشوفوه يعني باللي سخن هذاك الحليب. ضفنا له هنايا 3 ملاعق كبيره تاع الخل الابيض ولا الخل الاحمر، لكم الحريه. هنا حبيباتي الدورة تاع الخل يعني باش نضيفوه هنايا للحليب رايح يخلي لي الحليب تاعي ينفصل، يعني الجبن تاعنا ينفصل على هذاك المصل. هنا حبيباتي كذلك اللي عندها يعني الساشيه تاع الحليب تاعها فاسدين يعني رابلكم كذلك، يعني هنايا الاضافه هذه تاع الخل راكم رايحين تستغناو عليها. بمجرد ما تلوحوا الرايب تاعكم على هذاك النار رايح ينفصل الجبن على المصل نتاعنا. هنا حبيباتي يعني حركته غير شويه وخليته يجي مسخن لي الحليب تاعي. شوفوا هنايا كيفاش نفاصل. نجيبوا هنايا حبيباتي هكا مرميطه تحطوا فيها هكا صفايه ولا، وتبداو يعني تصفيو الجبن تاعكم على هذاك المصل بهذه الطريقه. حاولوا انكم تصبوه على دفعات، يعني في نفس الوقت راكم تخلطوا حتى تحصلوا على هذاك الجبن يعني يكون صافي وحده كيما راكم تشوفوا. يعني طريقه ولا اسهل. جبت لكم هذا الجبن يعني بدون اسيد سيتريك اللي هو حمض الليمون. يعني بزاف منكم اللي ما تواجدش معاها يعني لاسيد سيتريك، وانا حبيتكم كامل ان شاء الله تسيوا لي هذا الوصفه. يعني وصفه جد اقتصاديه، مكوناتها جد بسيطه، والبنه تاعو صدقوني واحد البنه اللي فيه احسن من اللي يعني من اللي هذاك اللي تباع لبرا. بالاخص يعني هذوك التحضيرات الجبنيه صدقوني ما فيهم حتى فائده، كلهم نشاء فارينه. يعني هذا الجبن تخدميه في الدار بمكونات على بالك وش فيهم، يعني حاجه نقيه وصحيه لوليداتك، يعني وتكوني حضرتي كميه مليحه من الجبن باقل التكاليف. هنا حبيباتي بعد ما صفيت هذاك الجبن حطيته في المرميطه تاعو يعني الاولى. بعد حطيت له هنايا حبيباتي ملعقه متوسطه تاع بيكربونات الصوديوم. بالنسبه لهذيك العلبه تاع البيكربونات يعني تشيلوها غير 1000 فرنك فقط. يعني اسهل واقتصاد اكثر من هكا محل راكم رايحين تلقاو. يعني ما فيهش مواد مكلفه، ما فيهش يعني يعني طريقه معقده ولا، يعني بسطته لكم باش كامل ان شاء الله. يعني حتى اللي كنتي حبيبتي مبتدئه واول مره راكي رايحه تجربي هذا الجبن صدقيني رايحه تفرحي بالنتيجه. هنا حبيباتي بعد ما ضفت هذيك الاضافه تاع البيكربونات ديت المرميطه تاعي على النار تكون قليله، ما تقويوش للنار باش ما تتحرقش معاكم الجبن تاعكم. ماذا بكم المرميطه تكون ثقيله هكذا باش ما يلصق لكمش. نبقاو هنايا بلا سباتيل ولا هكا ملعقه خشبيه تحركوا هكذا باستمرار. الدور هذيك تاع البيكربونات رايحه تخلي هذاك الجبن تاعنا يعني يتفتح. دوكا تشوفوا معايا كيفاش يولي كريمي، يعني رايح يطلق روحه على هذيك النار. جسمه يعني الحرارة هذيك راح تخلي الجبن تاعكم يعاود يعني يطلق روحه. كيما راكم تشوفوا بقاو فقط يعني تحريك مستمر. طبعا قلت لكم النار تكون قليلة. كيما راكم تشوفوا حبيباتي نلقاو الجبن تاعنا يعني تفتح نوعا ما ماشي كامل يتليسا يعني يولي يليس 100%. دوك تشوفوا يعني التكملة تاع هذا الوصفة كيما راكم تشوفوا يعني واحد 2 دقائق حتى ل3 دقائق فقط. راحوا لي حبيباتي خليوه يجام للفيديو فضلا وليس امرا هكذا باش يطلع ويشوفوا اكبر عدد من الناس، وان شاء الله الناس كامل تستفاد. وهذا رمضان يعني باذن الله كامل راكم رايحين تجربوا الوصفات تاع الاجبان، وباذن الله ما يعني ما تحتاجوش انكم تشريوهم من برا.
كنت شاركت معكم عدة وصفات تاع الأجبان، يعني درت لكم الجبن الطري، درت لكم جبن المثلثات، جبن البيدون يعني بأنواعها، درت لكم كذلك الجبن الكريمي آمر، يعني درت لكم شحال من وصفة يعني وكامل ناجحين الحمد لله بشهادة المتتبعات، حتى اللي دخلوني جدد وجربوا يعني خلاو لي تعليقاتهم يعني رائعة والمحفزة، وكامل دعوا لي على هذا الوصفات يعني، وانا تمنيتكم كامل ان شاء الله تستفادوا. ساهموا يعني بالبرتاج لهذا الفيديو باش كامل الناس تستفاد بإذن الله ولكم الأجر. شوفوا هنا يا حبيباتي، يعني شوفوا هنا مع التحريك المستمر شوفوا الجبن تاعنا كيفاش ولا القوام تاعو، وكما راكم تلاحظوا حبيباتي يعني مازال فيه نوعا ما شويه تاع حبيبات. دوكا تشوفوا التكمله تاع هذا الوصفه باش نتحصلوا عليه يولي املس. جبت هنايا كميه الجبن تاعنا حطيتها في الطاس هذاك تاع البرا ميكسور، ونجيب هنايا ملعقه كبيره تاع زبده ولا لا مارغرين واش تواجد معكم في الدار، هي من المستحسن زبده حيوانيه اذا توفرت معكم راح تكون افضل وافضل. ضفت رشه مليحه تاع الملح، وعندي هنايا ثلث مثلثات تاع جبن تشيزي هذا، يعني هكذا باش نكهوا الجبن تاعنا ونتحصلوا على هذاك المذاق اللي يكون في الجبن تاع المثلثات. هاي لكم هنا ضفت 3 مثلثات، يعني كل ساشي تقابلها مثلث من الجبن. ضفت هنايا كاس اتاي من هذاك المصل اللي كنا فصلناه يعني في الاول. المصل هذاك طبعا راهو دافي، يعني اخدموا الجبن نتاعكم وهو سخون، ما تخليوهش يبرد، هكا باش تساعدوا يعني انه يولي لكم املس يعني في وقت قصير. وهنا حبيباتي يعني بالبراميكسور نبداو نميكسيو في الجبن تاعنا. هنا رايحين نتحصلوا عليه يولي يعني الجبن تاعنا يولي املس، يعني بسم الله ما شاء الله. هنا حبيباتي اللي ما عندهمش البراميكسور وعندكم يعني اشوار ولا يعني تقدروا كذلك تخدموا به، رايح كذلك يجيكم املس ما شاء الله. فقط اعطيو له وقت وانتم تميكسي، وانا لهنا سرعت فقط باش ما يجيش الفيديو طويل، ولكن عطيت له وقت وانا نميكسي فيه يعني باش نتحصلوا عليه. شوفوا لي هذاك القوام يعني بسم الله ما شاء الله جا ولا اروع. بالنسبة هنا حبيباتي أنا الجبن تاعي هذا يعني درته ثقيل باش نقدر ندير به يعني البيتزا، نديرو كذلك في البورك يعني باش ما يخرجليش من الديول تاعي، كذلك نقدر نديرو مام في يعني في الأطباق الرمضانية. لذلك ضفت غير كاس اتاي من هذاك المصل، يعني حبيت يكون ما يكونش كريمي بزاف. نتوما إذا حبيتوه يعني غير هكا للطلاء ولا لوليداتكم تقدروا تضيفوا يعني حتى 3 كيسان من هذاك المصل. ما تشوفوش هنايا بلي راهو يعني بالكم نوعا ما سائل، ولكن تغلقوا البورتمونجي تاعكم تخليوه في الثلاجه يبات ليله كامله. شوفوا هنا حبيباتي بعد ما بات لي ليله كامله شوفوا لي هذاك القوام تاعو كيفاش يجي بزاف متماسك. صدقوني هنايا راهو متماسك يعني لدرجه كبيره، ماهوش يابس ولكن كريمي في نفس الوقت، يجي شاد روحو يعني يجي متماسك. حبيت نديرو يعني يجي القوام تاعو كيما الفرماج تاع بربر ولا المثلثات يعني ولا اروع. كاين كذلك انواع تاع جبن البيدون هكذا يجي متماسك يعني ولا اروع. قلت لكم تقدروا ديروا هكذا للطلاء كما راكم تشوفوا، هاني درت لكم هنايا يعني باش تشوفوا التطبيق تاعو على الكسره، يعني تقدروا ديروه للكسره للخبز لوليداتكم يعني ولا اروع. كذلك قلت لكم تقدروا ديروه كمان في الاطباق الرمضانيه، ديروه في الرولي، ديروه يعني تحشيو السفيريه به، يعني يصلح لكل. بالنسبه غالياتي لطريقه الاحتفاظ به تحتفظوا به في الثلاجه من اسبوع حتى ل10 ايام ما يصرى له حتى حاجه. نقول لكم بالصحه ولهنا ان شاء الله اللي جرباتو وان شاء الله كامل تسيوه. ما تنساوليش اشتراك في القناه ونقول لكم سلام.